اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه اصدقاء برنامج زينه. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا العيد فرحه وبهجه وموده ورحمه وصله ارحام وتقارب بين الناس كلها، واهم حاجه التقارب بين الزوجين في الاول عشان ينعكس هذه السعاده بينهم على كل الناس سواء كان اولادهم او الجيران او كل المحيطين اللي بيتعاملوا معاهم. ازاي يكون العيد فرصه للتسامح والتصالح والتقارب بين الزوجين نمره واحد، وكمان للتغلب على اي ملل او روتين او خلافات تكون فيها رواسب من شهور فاتت. هناخد بقى الوصفه من ضيوف منورين النهارده ودايما بنوروا في زينه. طبعا صاحب البيت بقى دكتور علاء رجب، استشارات زوجيه خبير فيها، وهو طبعا دكتوراه صحه نفسيه، والكاتبه الصحفيه المتالقه سونيا الحبال، وطبعا هي ليها اهتمامات بالحياه الاجتماعيه وقلمها الرشيق بيتكلم عن الحياه الاجتماعيه المصريه. فبرحب بيكم منورين في زينه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. دكتور علاء، طبعا هيجي لك دلوقتي مكالمات كتير كالمعتاد، وعايزه اقول لك المراه المصريه بتبقى عندها نيه طيبه ان كل حاجه تمشي على ما يرام، اهم حاجه النيه دي. اهم حاجه النيه، اهم حاجه نيتكم تكون كويسه. لكن ساعات يا دكتور بيحصل فيه عشان ضيفتك جايه تقول انا جاي على خناق. لا 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 بصي احنا جايين كويسين. ضيفتك اول ما دخلت قالت انا جايه اتخانق. لا لا، هي طبعا المشاغبات هتبقى لطيفه، وهي وهو هتمثلوهم هم انتوا الاثنين، وناخد راي المراه وراي الرجل في القصص دي. وعايزه اقول ساعات دكتور علاء بياخد او غالبا بياخد راي المراه وبيبقى نصيب ليها، تخيلي. غالبا يعني احيانا ولا لا غالبا؟ غالبا دي المفاجاه، ما بياخدش راي يعني مش نصير الرجل، لا نصير المراه، فانا بحييه مبدئيا يعني. ما هو يعني لو المراه كويسه يبقى الراجل اكيد هيكون كويس، يعني دايما لو هي صحه المراه النفسيه كويسه وده هينعكس عليها، لان هي اللي بتقوم بدور يعني 80% في الحياه كلها، هي الام وهي الاخت وهي الزوجه وهي كل حاجه، يعني هي كل حاجه في حياه الرجل. صحيح. يعني هي اللي بتمثل له حياته وتنظيمه لحياته، وحتى في العيد الراجل بيبقى سعيد وهي يا عيني عندها هموم كبيره جدا، هي بتقعد اهم حاجه تخطط للعيد هتعمل ايه وهتاكل ازاي والبيت ينضف ازاي وترتب الجو ازاي والسعاده اللي في البيت، والبي ما بيكونش اهم حاجه عنده هيصرف ايه وخلاص. بوظ الحلقه، اتخانق انا يعني دلوقتي. يعني استاذه سونيا هديك المايك وردي على الدكتور علاء دلوقتي. بيقول بيحيي المراه انها بتعمل جهد كبير في التجهيز للعيد، سواء لاستقبال الضيوف او القرايب او العزومات او التنظيف او كل الاستعدادات للعيد، لكن غالبا الرجل المصري لا يقدر مثل هذا المجهود. ويمكن بنقول الرجل المصري عنده مشكله، صح، شهم وجدع وكل حاجه، لكن ساعات بيكون في نقص في الكلمه الحلوه. هم كلهم بيحيونا، اوكي، احنا ما بننكرش ده، يعني دكتور علاء بيحيينا وجميع الرجال بيحيونا، بس امتى يعني ايه تحيينا بعمليه؟ يعني المراه تحتاج برضو المساعده، يعني دايما الدنيا كلها عليها، يعني دايما كل الواجبات وكل الشؤون عليها. نادرا لما بنلاقي رجل يقول لا نشيل عنها شويه، طب نشيل من المهام دي شويه عشان تحس بالسعاده او تحس بالرضا او بس تحس بلاش نادرا دي، نادر. بلاش تحسسيش ان رجاله مصر يعني ايه سايبين الدنيا كلها، لا، في رجاله جميله عايزين نحييهم على الشاشه طبعا، زي ما في ستات فعلا زي ما انت بتقول بكل دور. وانا قلت انه احيانا المراه ليها دور في ده يا استاذه، لان لما بتدلع الراجل زياده عن اللزوم قوي وتشيل ايده من حاجات كتيره قوي في تحركات البيت، او ان هي مش عايزه مشاكل، ما هي لو عرضت هتتعرض لمشاكل. لا ده مش دوري. احنا في حلقتنا دايما ايه عايزين نحل المشاكل. دايما المراه زي ما انت قلتي محتاجه حاجه عمليه. طب دكتور علاء عشان نبقى ماشيين بالتسلسل منطقيا، استاذه سونيا قالت حاجه مهمه قوي، انها تفتقد المراه بصفه عامه يعني مع بعض الحالات الخاصه اللي فيها الرجل يعني شهم ومقدم ومعاون، لا فعلا الرجل المصري لا يتعاون في المطبخ او في البيت او انه يشيل او يضايف، لا هو بس بيطلب او بيؤمر او حتى مش بيحافظ. بس حقيقي والله مش من غير مجامله ولا مبالغه عشان احنا في التلفزيون ولا كده، والله هناك من الرجال المصريين واللي بيساعدوا في المطبخ، والله بكلمك بجد. انا في العزومات نفسي او في الحاجات دي، يعني انا عن نفسي بس قاعد في البيت، ايه المشكله؟ في رجاله اصحابي كتير جدا بيساعدوا في البيت. لا كتير جدا دي صعبه يا دكتور، كتير جدا ما بيعلنوش والله العظيم يا مدام. ايوه يا دكتور، ايوه ما هي ما بيعلنوش ليه؟ هم بيحسوا ان ده نوع عشان ثقافه المجتمع، ان هو زي ما انت قلت كده نوع من احنا قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ما بيعلنوش ليه؟ يعني تلاقي الضيوف يمشوا يبتدي يساعدها، لكن قدام بس المهم ايه بيساعدها ما بيساعدهاش، اهم حاجه عندي. على فكره انا بحييكم انتوا الاثنين، كلام مهم قوي. ويمكن استاذه سونيا بتقول حاجه مهمه، القدوه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان بيعلن انه بيساعد زوجاته، وكان بيعمل ده بكل الحب طبعا. فالحته الاجتماعيه
معايا والاعلاميه اللي احنا عايزين نرسخها دلوقتي في مشاهدينا، انه حاجه لطيفه ان الزوج يكون متعاون ويعلن للناس ده. لما الزوج ياخد بنته ويروح معاها يوديها مثلا الحضانه ويرجع يفسحها ويروح معاها مشاوير كتيره قوي لغايه ما مامتها تخلص حاجات في البيت، ده مش زوج نحييه ونقول برافو عليه؟ طبعا برافو عليك. انا بشوف ناس من اصحابي بيعملوا هذا الدور ومع زوجات شابات على فكره، يعني اللي بحكي عليهم الفئه العمريه اللي هي بتاعه الثلاثينات، يعني مش الناس لسه كبيره كمان. يعني اصلا هو احنا بس فينا عيب لما بنشوف نموذج حلو للاسف ما بنحطش سبوت عليه، لكن لما بنشوف نموذج سلبي ياه طيب ده وحش، احنا كل الرجاله وحشين. هو ايه ده نموذج؟ احنا ما بنلحقش. هقول لحضرتك نموذج صغير قوي. في احد المرات كده واحده جارتي كانت تعبانه، فجوزها يا عيني عايز ينشر الهدوم، اختار الساعه 2 بالليل عشان ما حدش يشوفه. فانا شفت المنظر اتبسطت جدا، بس اتشاف برضه. انا شفته فاتبسطت جدا. فهو شاف انه شافني، راح ماسك طبق الغسيل رميه من البلكونه. يعني مش انا اللي انشر غسيل. يعني احنا ليه بنحس، ليه الرجل بيحس بالمهانه ان يساعد زوجته، مع ان على فكره هو يعني بيستحسن وبينال التقدير. هو ليه فاكر ان ده بينبص له على انه حاجه قليله؟ لا، انت حاجه كبيره طيب جدا. من هنا بقى من موقعي في الفقره دي، فقره هي وهو، بنقدم التحيه والتقدير لكل زوج يتعاون مع زوجته وفي العالم مش في السر. بيساعدها. طب ننتقل بقى لنقطه ثانيه عشان النهارده معانا اسئله كتير. واسال استاذه سونيا وهتجاوب عليها حضرتك. حكايه الملل والروتين، يعني المراه المصريه بتبقى عايزه العيد فرصه للتغيير والانطلاق والفسح، لكن غالبا ما بيحصلش ده. تفتكري ايه السبب؟ حاجه من الاثنين. يا هو خلينا نكون منصفين برضو، يا جوزها ما بيشجعهاش انها كل ما بتعمل اي تغيير هو عادي مش فارق معاه، فبتكسل. بتقول لك انا بغير ما بغيرش، بجدد من نفسي، بجدد من شكلي، بجدد من بيتي، بجدد من الخروجه، فهذا الرجل لا يقدرني، فخلاص بقى الروتين والملل اسلوب حياه. يا اما هي التقصير فيها، هي ماشيه كالماكينه شغاله، انا بطبخ وبعمل ونفس المكان اللي بروح ونفس كده، فخلاص يعني هو حياه الملل بقت اسلوب حياه عندها، والطرف الاخر متقبل هذه الحياه معاها، ممكن يغيره مع طرف اخر. طيب الزوج يرد؟ انا اعتقد ان كل رجل وكل ست مختلف عن الاخر، يعني كل اسره مختلفه عن التاني، كل واحد ليه بصمه نفسيه، واللي بيسعد الراجل ده ما بيساعدش. لا، ممكن تكون هي بتغير وكل حاجه، بس التغيير اللي بتعمله مش هو اللي عايزه. دي نقطه مهمه جدا لازم نحط عليها. ما انا ممكن اعمل حاجه جميله قوي بس مش هي اللي عايزاها مراتي، يبقى انا كانها في الميزان مش هي اللي مطلوبه. للاسف احنا بناخد ايه؟ اكلاشيهات. ده جاب لمراته هديه اعمل زيه واجيب هديه، ده حجز لمراته في مكان يبقى احجز لمراتي. لا، ممكن تكون المراه عندها ان انت مثلا تاخدها تتعشى معاها في مكان احسن بكتير ما تاخدها وتسافروا في مكان. معظم السفريات هي اللي بتشيل الهم، تقعد تحضر اكل الى اخره وتشيل ايه. انت عملت ايه زياده؟ انت خدتها من البيت شغاله هنا وخدتها هناك تشتغل هناك، بل وازيد هدوم البحر اللي العيال تنظفهم وانا فسحتكم. لا، انت ما فسحتنيش. طب دكتور، انت فاهمانه اقصد ايه؟ انا عايزه روشته حلوه من حضرتك. ازاي الزوجين يكونوا متعاونين في ان هم يطلعوا رحله او يكسروا الملل بطريقه لطيفه؟ هو ده بقى اللي احنا بنقول، انه دايما كل زوج وزوجه كل واحد عنده زي ما بتقول بتبقى محبطه وعندها روتين والى اخره، عمل حاجات كتيره قوي. طب في الاجازه كل واحده حاطه في دماغها الله بقى دي اجازه اسبوع، هعمل وهعمل وهعمل في خطه كده حطها. هو حاطط خطه الانتخه، هنام وهاكل لحمه وانام واكل لحمه واقعد مع اصحابي على الكافيهات. هو ما انا بقول لك بعض الرجاله كده، واول كلمه وابقى مراته قاعده جنبه خلاص بقى العيد انا هشوفك، وهي قاعده تقول هيشوفوه. امال احنا هنروح فين؟ يعني هو بيتكلم صاحبه اهو، يعني بيعمل سيناريو حياته قدامها، وده حاجه رهيبه جدا. في ازواج لا وزوجات بيعملوا خطه مع بعض. احنا هنعمل ايه؟ احنا عندنا 6 ايام عيد، ما انت ما تجيش مثلا مراتك ما بتحبش مكان معين تقول لا الله احنا مسافرين المكان ده، ما برضو ده خطأ. لازم الاثنين مع بعض يشوفوا مع بعض ايه المكان اللي هيساعدهم بجد، ازاي هيخططوا الاجازه ان هم يقضوها مش هيقضوها نوم وانتخه. لان معنى كلمه اجازه لدى المجتمع المصري هننام، تلاقي الشوارع فاضيه وناس نايمه وكأن الاجازه جت عليهم بالنوم، مسكن كده هادي. وتيجي تكلم يقول لك ما الحاجات غاليه والظروف الاقتصاديه، تروح المطاعم ما تلاقيش مكان في مطعم، تروح المصايف ما تلاقيش حجز. حاجه غريبه في مصر فعلا. ولكن دايما ايه اصل الحاجات ما اصل الحاجات مش عارف ايه، اصل احنا غيرنا خطتنا، اصل المدارس داخله مع العيد ما احنا. انا بقول لك كل وجهات النظر لان انا قبل ما باجي الحلقه باخد اراء ناس بقول لهم طب انتوا عاملين ايه، وفي الاخر وفي الاول هتلاقي كل واحد عنده خطه بديله، هي الخطه النهائيه بتاعت قبلها
قبل يوم الوقفه يوم العيد، ده احنا خلاص رايحين نسافر مش عارف عند جده، ده احنا مش عارف رايحين نسافر خدنا مكان يومين في كذا. اذا لازم تخطيط قبلها فتره، لازم تخطيط قبلها فتره زي ما انت بتخطط طيب. لحياتك بشكل كويس قوي، زي ايام ما كنت رايح تتجوز وبتعمل حساب كل حاجه وانت بتعملي حساب كل حاجه. لازم تقعدوا مع بعض. احنا مشكلتنا انه الاثنين ما بيقعدوش مع بعض، الاثنين بيقعدوا مع اثنين تاني غيرهم. طيب استاذه سونيا، في موضوع الصلح والخناق والخصام برضو في ثقافه عندنا بتخلي الطرف اللي يقول انا اسف انا غلطان يحس انه ضعيف وضئيل، برغم ان هو في الواقع بيكون قوي انه يقول انا فعلا غلطت انا اسف او انا اسفه. طبعا الثقافه دي عايزين نرسخها. ودلوقتي لو اتنين شايفين زوجين متخاصمين والعيد داخل عليهم كل سنه هم طيبين، ازاي يبداوا بالصلح؟ شايفه ازاي الطريقه المثاليه؟ وحضرتك بقى كل احساسك ومشاعرك رايحه ناحيه الاسره المصريه في كتاباتك. انا هقول لك على حاجه. الكبرياء لما بياخدنا على الصلح، اللي هو انا مش هصالح، انا مش هعتذر، ده مؤذي لينا قبل ما يكون مؤذي للطرف الاخر. يعني انا تخيلي احنا قاعدين متخاصمين انا وانت، احنا الاثنين متضايقين. انا ما اقدرش. لا احنا الاثنين متضايقين، يعني الخصام ده حاجه وحشه بتضايق، فانت عايز تعيش او انت عايزه تعيشي في جو متضايقه اتضايقي مفيش مشاكل، لكن انت عايزه تعيشي متصالحه وكويسه وجميله، مفيش مشكله ما نقول سوري، مفيش مشكله ما نقول اسف او هي تقول انا اسفه. بالعكس. وعلى فكره اللي بيبدا بالصلح بيبقى الكبير، صحيح، بيبقى الجميل، والطرف الاخر لازم يخجل. فخلينا احنا نخجل الطرف الاخر، خلينا الستات ناصحين شويه، ابداوا انتوا طيب. باسف عشان نخجل الطرف ده كلام الآخر. جميل قوي استاذه سونيا. دكتور علاء، ساعات في ستات مصريات طيبات الحقيقه، وكل مره زي ما استاذه سونيا بتقول بيبداوا بالصلح وبيتنازلوا وبيسامحوا وبيبداوا صفحه جديده كل يوم، لكن هناك نموذج من الرجال يستمرئ هذا الموضوع، وكل مره بيبقى مستني هي اللي تبدا بالصلح وهي اللي تقول له معلش والكلام ده كله. ازاي بقى ننصح الاثنين في الحكايه دي؟ الحته دي زي ما قلنا الكبر والعند بيلعب دور كبير قوي. شخصيه الانسان اكتر حاجه، انت السعاده قرار داخلي زي ما انت قلت كده من شويه، اتنين زعلانين مع بعض في مشاعر كلها سلبيه. طب احنا عايزين نخلي الانسان نفسه متصالح مع نفسه. اقصى شيء ممكن الانسان يستطيع ان هو يحاول ان هو يساعد نفسه، اولا ان هو يتقبل ذاته بالدرجه الاولى عشان يقدر يتقبل الاخرين ويقدر يستوعب الاخرين ويعرف ان هو في نقاط خلافيه. اللي بيحصل ان هم بيتصالحوا مع بعض وبقينا ظراف ويبتسموا مع بعض. المشكله الاكبر مش ان انا اقول لك سامحتك وانت سامحتيني، المشكله الاكبر ان عند اول اختلاف اصل انا سامحتك قبل كده، الكلمه دي مش عايز اسمعها، او هو يقول لها ما اصل انا فوتت كتير، الكلمه دي وحشه قوي وصعبه جدا في الحياه الزوجيه. انا بقول لك على كلمات ايه بتؤذي مشاعرنا واحاسيسنا. فاكر لما انت عملت كذا؟ لا بقى اجي اقف هنا واقول انت سامحتي، معناها جبتي استيكه ومسحتي ده من الخريطه من الذاكره بتاعتك. مش تقولي انا سامحت انا سامحت انا سامحت. طب ما انت بنك الحب راح وبقى بنك ايه؟ الحزن والضيق والحزن والكره، وان انت مستنيني بقى زي ما اقول لك انا دي اخر مره سامحك فيها. ايه اخر مره سامحني فيها؟ بلاش ندي حاجات جزافيه، احنا اللي بنستفز مشاعرنا واحاسيسنا بجد. انت خد وجهه نظرك في الحياه فيها تكون متسامح، وتبقى بجد انت انسان متسامح مش بتمثل، وتاخد القرار بجد مع شريك حياتك. ولازم نعرف حاجه، انا وشريك حياتي بينا حاجات كويسه قوي، هي دي اللي نستند عليها في ان احنا نسامح بعض. طيب عند الحته دي هسال سؤال. اتفضل. والسؤال لحضراتكم انتوا الاثنين. طبعا كل انسان عنده عيوب وعنده ميزات، مفيش حد كامل 100%، لكن عايزين تدريب ازاي نلمح النقط او الميزات اللي في الطرف الاخر او النقاط المضيئه زي ما بيقولوا في الشخصيه اللي قدامنا، بحيث ان التعامل يكون مع نص كوبايه المليان مش الفاضي. وازاي ننور الجزء ده الحلو اللي في شخصيه الطرف الاخر الزوج او الزوجه عشان تنمو هذه المشاعر الحلوه. وازاي نحاول بقدر الامكان نخلي السلبيات تتلاشى. عايزين الذكاء بقى يشتغل في الحته دي. نسمع راي المراه ثم الرجل. هي بكل بساطه ننسى سلبيات بعض، ننساها للابد. خلينا احنا دايمين على النقد على طول. ما بنشوفش الازواج والزوجات، بشوف حاجه غريبه جدا، هو مش شايف غير الغلط اللي بتعمله. يعني ما تعمل حاجه كويسه مفيش تعليق، تعمل حاجه وحشه يفضل يقول لها عليها، وبين واحنا قاعدين في قاعده جميله كده يفضل لها اصل انت عملتي وهكذا. وهي تعالوا نغير كل ده خالص خالص، حتى لو في حاجه واحده بس كويسه اقعدي اتكلمي فيها على طول. على فكره انت ما حدش بيعرف يعمل الموضوع ده غيرك، عارف انت الوحيد اللي بتعرف تحل المشكله دي، عارف علاقه اخوك مش عارفه مين يزعل، انت فظيع في الموضوع ده. امسك لو هو شاطر في دي بس
امسكي في دي، افضلي طول النهار اديله الحقنه زي ما بيقولوا، اديله الحافز ده، انت حاجه كويسه قوي. هو بالتالي هيحاول يبقى الله هي بتكلمني على الحاجه دي، طب انا خليك تكلمني على حاجات اكتر كمان. لكن لما اقعد اقول انت وحشه في كذا، انت وحشه، خلاص ما انا وحشه بقى، خلاص مفيش فايده بقى. مفيش فايده، فانا مش هبذل مجهود وبيجي لي حاله اكتئاب، فالموضوع انتهى. ننسى النقد تماما، احنا بقينا اساتذه في نقد كل واحد. لو ما نقدناش نفسنا بننقد ذاتنا، احنا عمالين نبوظ الدنيا بينا وبين بعض. خلينا نقلبها تاني، لا احنا نبتدي بقى نحفز ده، واحنا حلوين ونطلع الحاجات الحلوه كده حتى لو صغيره قوي، خلينا نبحث عنها في الشريك الاخر، في الطرف الاخر، ونبتدي نتكلم عليها. طيب دكتور علاء. لا، والظريف ان تلاقي مثلا واحده بتنصح الثانيه، هي يعني ما بتعملش اللي هي بتعمله، وتدي تانية نصايح ان هي لا انت بالراحه عليه، اسمعيه، اكيد متنرفز. اللي هي بتحكي دي وبتقول ما بتعملش الدنيا كده. بايظه عندها، الدنيا بايظه عندها. وده اللي مودينا في داهيه. يعني ما هو طريقه تفكيرنا بتعكس سلوكياتنا. لازم نعرف ان احنا كلنا عندنا نفس العيوب، بس كل واحد نظرته بتختلف للاخر. جوزك بيفهمك من عينيكي، وانت المفروض تفهميه من عينيك. والمفروض اللي بيحصل ليه بيحصل مناوشات كتير قوي، او ليه نقد السلبيات، كل واحد قاعد ماسك للتاني خريطه العمليات السلبيه وسايب خريطه العمليات الايجابيه، انه كل واحد شايل من التاني اصلا، وبيستني موقف زي ما بتكون مثلا عامله له كل حاجه حلوه، وعازم مامته وعازم وشايله له مامته وعيلته كلها شايلاه واخواته وجايبه لهم. انت نسيتي هنا تجيبي السلطه الخضراء اللي انا يا سيدي انت يعني المنظره ماما هاتي لماما كذا، وده يتعمد بعض الرجاله بيعملوها. طب ما انت تقوم تجيب لمامتك يا اخويا، هو انت صغير؟ مش عارف لا هو عايز يبين دوره. يعني خبز الرجال، خبز الرجال يعني مش او ان هو يبين ان هو يعني ذو سيطره يعني في القعده. انا عايز اقول لك على حاجه، هي المراه بتحب في الراجل دايما ايه؟ حنيته، ودي لازم كل الرجاله تبقى عارفه الحته دي كويس قوي. بس بعض النساء من خلال الانفعالات بتاعتهم، ومن خلال نتكلم بقى واقعيا، يعني من خلال بعض الكلمات قد تجرح الراجل في بعض الامور، وده اللي بيسبب له احيانا شويه الم نفسي بقى، اللي هو ايه؟ شايل لها شويه. فبرضه نخلي بالنا من حته ان احنا محتاجين الرجاله تدلع شويه بجد. يعني احنا داخلين في العيد اهو، ندي نصايح كويسه قوي. انت غيري خطه بتاعتك زي ما بتقول استاذ ثانيه، وانت برافو عليك، ودوس على الحته الايجابيه وكبر الايجابيات، كبر ايجابيات، بس خليكي يعني ايه؟ خليكي ما عندكيش الفكره ان انا مهما عملت، اصل في ستات بتقولي انا هعمل اهو، بس لو هي في ستات كده انا هعمل اللي عليا وهسمع كلامك يا دكتور، ومره وكده ده ما بيجيش منه فايده، اصل انا عملت. طول ما انت حاطه في دماغك ان مفيش في اشاره سلبيه جايه في دماغك، انت خلاص عملتي بصمه نفسيه سوداء ان انت مش توصلي هو قاريها يا دكتور، هو قاريها وذكي جدا. لا فتحت نقطه مهمه قوي. والحقيقه مره اجري حوار مع امراه سعيده كان عندها 80 سنه واستمرت في زواجها اكتر من 50 سنه، فسالوها عن سر السعاده والصحه والحياه الجميله بتاعتها، وقالت لهم باختصار يا جماعه هي جمله واحده، ان انا عندي قدره كل يوم ابدا صفحه جديده. يعني اليوم اللي خلص انساه تماما، انتهت بكل مشاكل. ما ينفعش انا ابقى في مشكله بيني وبين زوجي، بتكلم في مشكله حصلت دلوقتي، اروح جايبه له 15 سنه فاتت، ده انت حضرتك عملت. على فكره هو خلاص حتى المشكله اللي انت ناويه تحليها انسيها. ده غير استدعاء المشاعر السلبيه. ده انت جبتي كل حاجه عدت في حاجه من زمان، بستدعي مشاعر سلبيه بتيجي اضافه للي احنا فيه دلوقتي. عارفه انت اللي هو بيزود الدنيا، الرصيد النكد يعني. النكد. لكن لا، انسى ده بجد. عشان كده بقول اللي بينسى من قلبه وبيمسح، مش بيخزن. هو المستفيد. للاسف انا شايف ان الازواج اللي بيتشحنوا مع بعض وبينفعلوا مع بعض وبيحصل خلافات في الايام الاعياد، مش بسبب العيد ولا بسبب الظروف الاقتصاديه، لا ده بسبب حاجات كتير قوي. بسبب العيد اللي فات. فاكر العيد اللي فات ما اتخانقنا؟ يعني بسبب حاجات تانية كتير قوي. هو ده اللي احنا محتاجين ننقي نفوسنا بجد من جوه، مش نتكلم عن السعاده والله ونفسنا والرومانسيه جميله قوي. يا جماعه ارجوكم انزلوا من الفيلم الكرتوني اللي انتوا عايشين فيه وعيشوا الحياه بطبيعتها بقى. طيب. انزلوا من الرومانسيه دي ومارسوها. يعني اجمل شيء في الدنيا تمارسه هو الحب. مين بيمارس الحب في حياته؟ احنا بنتكلم حلو، بنجيب دباديب حلوه قوي، بنعرف تشتري اغلى الهدايا. ده قبل الجواز يا دكتور علاء. لا والله بعد الزواج في ناس بتجيب احسن من الدباديب، بتجيب عربيات كمان. بس هي الفكره في حاجه، انه اللي بيجيب ده فعلا بيحب اللي قدامه واللي قدامه بيحبه، ولا بيجيب عشان مصلحه ان هو يعدي الموقف يمشي خلاص اموره. يمشي اموره. صحيح. لان في رجاله كتير قوي، في ستات كتير قوي، وكلمه امشي وانا بطنش
كلمه والله دي سبب وباء للاسره المصريه. انا بكبر دماغي، لا ما تكبريش دماغك، وانت ما تكبرش دماغك. تعالى قول انا زعلان في الحته دي، المفروض تعملي كذا وانا كذا. عارفه التصافي ده، وان كل واحد يقول باسلوب لطيف هادي، باسلوب جميل. لكن فين؟ انا للاسف الشديد انا بشوفهم في الشارع احيانا الزوج والزوجه اللي يشد ايده منها واللي بيتكلم. والله مره قاعد في مطعم لقيته بيضرب في الاكل كده، قلت ايه في ايه يعني؟ فهي شفت وحشين ازاي؟ وحشين ازاي يعني؟ ليه بيعملوا كده؟ والله. وبتتكلم بصوت عالي قوي، كأن بتقول للناس كلها خلي بالكم انا بتخانق اهو، انا بتخانق. كل واحد حب طب يبقى. دكتور علاء برضو عايزه هنا اختم السؤال ده بالذات مع حضرتك واقول لك في العياده طبعا بنشوف حالات كل يوم عجب يعني. النصيحه اللي بتقولها لكل طرفين جايين يحكوا لك مشاكلهم وان عندهم نكد مستمر في البيت، بتقول لهم ايه يعني؟ دايما انا بقول لهم ان دي اجمل حاجه في حياتنا هو العمر اللي بنقضيه ده، وقتنا. يعني اغلى شيء انت ممكن تديه في حياتك لاي انسان في الدنيا هو الوقت، التايم. ما نقدرش نرجع، لكن ممكن تدي فلوس، ممكن تدي اي حاجه تانية في الدنيا تقدر تعوضها. عمرك لا يستطيع، لا يمكن تعويضه باي شكل من الاشكال. فبقول لكل انسان دايما حافظ ان انت تعيش عمر ده حاجه انت راضي عنها، حاجه جميله في حياتك، تبقى سعيد بجد. الاشياء اللي انت بتعملها تبقى انت سعيد، وما تقفش عند الحته السلبيه دي بس، وان الحياه بتاعتي واقفه عند النقطه دي وسايب كل الابواب الجميله اللي حواليك. لا، انت اللي هتقدر تسعد نفسك، لان زي ما بقول السعاده هو قرار شخصي الانسان بيتخذه، هيكون سعيد ولا لا. لكن الانسان اللي يسلم سعادته الراجل، وانا ضد ان امراه تقول لراجل سعادتي معاك يا حبيبي، لا، ولا راجل يقول لواحده سعادتي كلها معاكي يا حبيبتي، لا. ما انتوا شركاء في السعاده. اوعى تدي سعادتك لحد، لا تمنح عمرك الا لمن يستحق، ولا تمنح سعادتك الا لمن يشاركك فيها، مش ياخدها منك. طيب استاذه سونيا، طبعا عايزه اسمع همسه من حواء لحواء المصريه وهي بتستعد للعيد، عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بخير. وبنقول في ستات عندها النيه والرغبه انها تبدا صفحه جديده بالفعل، وانها تعمل تجديد لحياتها وتفتح صفحه جديده وتكسر الروتين والملل، ويعني عايزه شحنه حب تديها للاخر عشان ينعكس على كل الاسره. انصحيها بقى وهي عندها النيه الحلوه دي النهارده. انا عايزه اقول لكل امراه حبي كل الاشياء، حبي عملك وانت بتعمليه، مش كل حاجه تعمليها بضغط. احنا مش بنوضب بيوتنا وبنرهق نفسنا مع اولادنا واحنا متضايقين، لا، اعمليها بحب. انا بجمل بيتي عشان ابقى سعيده واسرتي تبقى سعيده، انا بربي ولادي وانا في منتهى السعاده، انا بعمل لجوزي حاجه وانا سعيده ومبسوطه مش متضايقه. ليه فاكرين ان ده عبء؟ ده اجمل عبء في الدنيا، انك تتحملي اسره وتبقي انت الليدر بتاع الاسره دي، وان انت تبقي النموذج والرمز الجميل اللي تعلمي الاسره كلها الحب. وحبي الاشياء عشان كل الاشياء تحبك، وحبي اسرتك عشان اسرتك تحبك. اوعي تكوني مصدر نكد لا في مناسبات ولا غير مناسبات. الحاجات دي مش بتتنسي. احنا بنخرج من بيت اهالينا ما بنكبر بنفتكر ماما ما فرحتنا في اليوم الفلاني، ابونا فرحنا في اليوم الفلاني. خلي الابناء يطلعوا متصالحين اجتماعيا ونفسيا، خليهم يكبروا يحسوا انهم كانوا عايشين في الجنه، فيطبقوا نفس الجنه دي في بيوتهم بعد ما الارتباط، بعد ما بيتجوزوا ان شاء الله. ده كلام جميل 100%. ويمكن دلوقتي في ايميل جه لحضرتك يا دكتور علاء، الايميل فيه بقى شكوى من امراه مصريه بتقول انا بحاول اكسر الملل والروتين على قد ما اقدر، لكن للاسف يا دكتور علاء كل ما اغير تسريحه شعري، اعمل فستان جديد، اغير شكل البيت، اشقلب الموديلات اللي في البيت او الديكورات، الزوج مش واخد باله، وكل مره تفكروا وتنبهوا لكن هو مش واخد باله. ما هو ده، ما دي مش المشكله. بس انا عايز اقول بعد الكلام الجميل انتوا قلتوه ده، اذا لم يتم تعليم الحب في المنزل فلا يمكن ان يتم تعليمه في اي مكان اخر. بقول لاي راجل واي ست بجد حقيقي، لو ما علمتوش ولادكم الحب، ولو انتم ما تعلمتوش الحب في البيت فمش هتلاقوه بره. بريح كل راجل وكل امراه، تعليم الحب الحقيقي في المنزل في البيت دي لازم. وطبعا خليني بقى اسلم مع حضرتك القاعده اللي بتقول ان الزوج المثالي والزوجه المثاليه هم في الاصل اطفال كان عندهم رعايه كويسه من الام والاب، كان في حب في البيت ده وكان في تعلم بجد. بالنسبه لكسر الملل، ممكن ما تكونش قصه جوزها اصلا الملل والشعر والفستان، ده ممكن تكون قصص ثانيه خالص. يا جماعه ارجوكم خلينا نكون صراحه مع بعض. احنا بنفتقد الصراحه. جوه كل انسان عايش انسان تاني خالص انت مش عارفه، احيانا بيبعد عنك وبيقرب ليك. لو انت قربت الانسان اللي جواك هتعرف ايه هو اللي ناقصه. لكن دايما احنا بنقول انه الحب والمشاعر والاحاسيس بالاحترام والتقدير هيكبروا معاك، لكن من غير احترام ولا تقدير لا في حب ولا في اهتمام ولا في مشاعر. وده قاعده. هو في حته بس يا دكتور للايميل ده، بس اظن حضرتك ان هي تقول لي غيرت حاجات كتير قوي على فكره. وهو برضو استرسال كلمه قالها في الاول،
ان ممكن كل التغييرات دي مش هي اهتماماته. على فكره ممكن هو عايز حد يشاركه يلعب دور طاوله ويبقى في منتهى السعاده، وتبقى زوجته دي التوب. لا انا بلعب مع صاحبي صديقي في القهوه طاوله طول النهار. دوري على الحاجه اللي هو انت لغايه دلوقتي لسه ما وصلتيش. وممكن بتقول انا غيرت لك، ودي مشكله في حد ذاتها. لا وهي عامله حاجه بالك انت ما بتشوفش يا مش عارف ايه. والله العظيم في ستات اللي بتعمل كده، والله العظيم بتيجي تقول انا عملت له اللي او عملت له بهلوان اراجوز. هو مش عايز اراجوز ولا عايز بهلوان. الراجل مش عايز كده، مش عايز دميه تلعب. الراجل اذا عايز خلاصه الاجابه على الايميل ده يعني ان يبقى في حوار مستمر عشان نعرف كل واحد بيفكر في ايه ومحتاج ايه. تعرفي من ضمن المشكله الاساسيه بين الراجل والمراه انه الراجل احيانا بيبقى نفسه في حاجات ما بيقولهاش للست، وهي نفسها في حاجات ما بتقولهالوش. ومش هتحصل في حوار. انا عايز اقول لهم اهو ببساطه شديده جدا، اجمل الاشياء ان انت تعبر عن احتياجك لشريك عمرك دون ان ايه تخجل منه. يعني اقول له انا نفسي في كذا كذا، وهي تقول له انا نفسي في كذا كذا. للاسف الحوار العاطفي مفتقد وجاري البحث عنه داخل بعض البيوت المصريه او بعض البيوت. الحوار العاطفي مش الحوار اللي هو هنروح فين وجايين منين وفلوس ايه، الحوار الاقتصادي او الولاد هيدخلوا مدارس ايه، او انت النهارده رايح فين وجاي منين. لا، الحوار ده طول الوقت شغال. انا بتكلم على الحوار العاطفي. اذا مطلوب حوارات هادئه الصوت، رومانسيه فيها قدر كبير من المشاعر والمصداقيه. طبعا سعدت بهذا الحوار مع ضيوف اللي نوروا استوديو زينه. شكرا دكتور علاء رجب، شكرا استاذ سامي الحبال. كل سنه وانتم طيبين ورب عيد طيبه. وعايزين برضه نقول لكل الناس بعد اذنك طبعا كل سنه وكل الدنيا كلها يا رب في سعاده، وان شاء الله مصر احسن واحسن واحسن يا رب دايما. وبشكرك على رسالتك الاعلاميه، وبشكر كل القائمين على البرنامج الجميل، البرنامج الاول في مصر، التلفزيون المصري. شكرا لحضرتك. عيد سعيد، ويا رب يبقى عيد سعيد علينا كلنا. وارجوكم يعني رجعوا البسمه والضحكه، كفايه مشاكل بقى. عايزين السنه دي نقول عيد سعيد بجد، ونقرر من جوانا ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. يا رب يكون عيد سعيد على كل المصريين وكل العالم. مشاهدينا بعد الشكر الجزيل للضيوف اللي نوروا النهارده، هسيبكم مع تقرير خارجي عن لحمه عيد الاضحى المبارك. نشوف مع بعض.